طبعا ادارات كامله. يعني انا لو عليا اكرم كل شخص في المعهد ما يزيد عن اكثر من 3500 ما بين عضو هيئه تدريس وطبيب واداري وتمريض وعامل وكل الناس كل الفئات. يعني لو بايدي اوزع 3500 شهاده على كل العاملين بمستشفى معهد الكبد القومي ومعهد الكبد القومي. لكن احنا هنكرم بعض الاشخاص كرمز ليهم كاشخاص بذلوا مجهود في الفترات السابقه، وهنكرم الادارات ممثله في رمز الاداره طبعا، لان ادارات كامله بذلت مجهود وابلت بلاء حسن في الفتره اللي فاتت. هنبتدي طبعا بالساده الوكلاء، الاستاذ الدكتور هاني عبد المجيد وكيل المعهد لشؤون البيئه وخدمه المجتمع. دكتور هاني فين؟ الأستاذ الدكتورة إيمان محمود عبد السميع وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث. تستاهلي كل خير يا دكتور والله. ألف مبروك يا جميلة. أجي معاك. خليك. شايفه تكريمك النهارده ازاي يا دكتور؟ تحبي تقولي ايه بقى للدكتور اسامه وقيادات المعهد؟ بشكر القاده العظماء هم النصيحه والتشجيع المستمر والدعم الكامل. طبعا دكتور اسامه يعني خير دعم للمعهد الاستراتيجي وشجعنا برضه. وكمان في اعتماد لجنه اخلاقيات البحث العلمي تم اعتمادها من المجلس الاعلى للاخلاق والبحث العلمي في وزاره التعليم العالي، فيعني كلها انجازات كبيره ودعم اساتذتنا الاجلاء وسياده العميد كل منسوب المعهد الكامل في كل الاقسام العلميه والادارات. ألف مبروك يا دكتورة، تستحقي كل تكريم. كلمة بسيطة بمناسبة تكريم حضرتك النهارده. هنأجل معلش الكلمات للآخر معلش عشان بس وقت الناس. طبعا هو المعهد الحمد لله في الفترات الأخيرة حقق العديد من الإنجازات. احنا في العام الماضي حصل المعهد على المركز الأول للتميز البيئي على مستوى جامعة المنوفية. حصلنا على مركز متقدم المركز الثاني في مسابقة التميز الحكومي على مستوى جامعة المنوفية، والحمد لله المعهد تأهل للصعود للمنافسة على الجائزة الوطنية على مستوى جمهورية مصر العربية. وطبعا اختتم الجوائز في هذا العام بحصول المعهد على الاعتماد الكامل لمستشفى معهد الكبد القومي. وطبعا كان بيقود كتيبة النجاح اخويا وصديقي الاستاذ الدكتور احمد السيد عطيه مدير التنفيذي لمستشفى معهد الكبد القومي. السادة مديري العموم، وطبعا السيدة أم محمد شيحة مدير عام معهد الكبد القومي، دكتور صيدلي هيثم عبد الحليم يونس. دكتور هيثم هو قائم بعمل مدير عام الخدمات الطبيه والعلاجيه، وهو يعني بيعمل كل حاجه من الاخر يعني. ألف مبروك يا دكتور.
السيدة دكتورة منى محمد زناتي مدير عام التموين الطبي والصيدليات. دكتورة هبة محمد الدمرداش مدير الطوارئ بالمستشفى. معايا دكتورة أماني ممدوح السيد مدير العنايات المركزة. دكتورة أماني بسرعة. اشمعنى المرة دي بطيئة؟ ده أنت على طول يعني. ألف مبروك يا دكتور. دكتورة يسرى أسامة خليفة مدير الأقسام الداخلي. دكتورة الزهراء الخطيب مدير العيادات الخارجية. دكتورة منى جمال العبد مدير فني المعامل. دكتورة هبة عبد الحليم مدرس بقسم الأشعة. ممكن دكتورة آية تستلم أو دكتورة هبة موجودة. عامل ايه يا دكتور؟ مليون مبروك يا دكتور. دكتور سامي سامح سعمان حضرش. مبروك يا هبة.